الركن الثاني الثالث الإيمان بالكتب، والمخالفة بإنكار هذه الكتب، ينكر أن الله عز وجل أنزل كتبا أو إنكار بعضها. والواجب على المسلم أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب ويؤمن بما سمي منها، ومن ذلك الإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أن القرآن مهيمن عليها وناسخ لها. ومن المخالفات الاستهانة بالقرآن، وقد ذكر أهل العلم في باب حكم المرتد أن من أهان القرآن أو وضعه في القاذورات فإنه يكفر بذلك ويرتد عن دين الإسلام. والواجب على المسلم أن يحذر من هذا أشد الحذر. ومن المخالفات ما يوجد من بعض التلاميذ من الكتابة على المصاحف التي تكون بين أيديهم، فإنهم يكتبون عليها بعض الكلمات، وهذا يلاحظه المدرسون، فليس لهم ذلك. بل إذا كانت الكلمات هذه فيها تنقص للقرآن أو قد تكون كلمات بذيئة فالأمر عظيم جدا. والمسلم يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن المخالفات الزعم بأن هذا القرآن من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أما الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، فأهل الإسلام بحمد الله عز وجل يؤمنون بأن الله عز وجل أرسلهم، ويؤمنون بمن سمي منهم كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل الذين قال الله عز وجل فيهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فقد ارتد عن دين الإسلام. قال الله عز وجل في شأن الكفار وقيلهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وذلك بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بالبعض الآخر، وهذا لا يقبل منهم. من كفر بنبي واحد فقد كفر بالرسل كلهم. قال الله عز وجل في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح أول الرسل، ومع ذلك جعلهم الله عز وجل مكذبين له ولغيره، لأن الرسل كلهم جاءوا بدعوة واحدة، ألا وهي الدعوة إلى توحيد رب العالمين. من المخالفات زعم أن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، وكانت اليهود تزعم ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب. والواجب عليهم إذا
آمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم، يعني يصدقوه، لأن الرسل لا يكذبون، وهو قد أخبر أنه رسول إلى الناس كلهم. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ومن ذلك الطعن في أزواجه صلى الله عليه وسلم، خاصة عائشة التي برأها الله من فوق 7 سماوات، لأن الطعن في أزواجه طعن فيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومن ذلك الطعن في أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأنه طعن فيه. لما أمسك بعض الزنادقة قيل له: لما تطعن في أبي بكر وعمر؟ قال: يا قوم، العداوة ليس بيني وبين أبي بكر وعمر، ولكن بيني وبين صاحبهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو طعن في النبي لقتل، فيطعن في أصحابه ليتوصل بذلك إلى الطعن فيه. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. ومن ذلك إيذاء أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة يوقرون ويحبون ويكرمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة له، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. كان رضي الله عنه يقول: والله لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فأهل السنة يحبون من كان منهم متمسكا بالسنة على هدي السلف الصالح. أما من كان منهم معاندا مبتدعا معرضا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سابا لأصحابه مبغضا لهم، فهذا يبغض في الله عز وجل ويعادى ويتبرأ منه. وكذلك أهل السنة وسط في هذا الباب في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أولئك الذين ينصبون العداء لهم ويؤذونهم، وبين أولئك الذين يغلون فيهم فيدعونهم من دون الله عز وجل، كما يفعله من يدعون عليا والحسن والحسين وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن لهم مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، أو يزعمون أنهم يعلمون الغيب، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل عندهم مصحفا غير المصحف الذي هو بين أيدي المسلمين. كل هذا من الباطل، وأهل البيت براء من هذا، قد برأهم الله عز وجل وطهرهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن ذلك الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقربون إلى الله بذلك، ويؤمنون أنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان وحلاوته حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأهل السنة يتقربون إلى الله عز وجل بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنبون طريقة أهل الغلو والزيغ الذين يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفات رب العالمين، فيثنون عليه ويمدحونه بأمور هي لله سبحانه وتعالى، بأمور تغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يغضبه أن تنسب هذه الأمور إليه. لما قال بعض الناس